يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ لو لسه بقى بتشتري المندي من بره، لا لا لا، الغي بقى انك تشتريه من بره خالص، وتعالي بقى اقولك هنعمله ازاي. هنعمله باحلى وابسط طريقه، مش هتاخد منك وقت خالص، وهيطلع بطعم تحفه واحلى من بره بكتير. بس لو اول مره تشوفيني، انا مياده ودي قناتي، اتمنى تنوريني وتدعميني بلايك واشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. تعالوا بقى في البداية نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنبدأ بيها، هنبدأ بتتبيلة الفراخ. تمام. معايا هنا بقى ربع كوباية من الزيت، ومعايا معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكركم، ومعايا كمان معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وهنزل هنا بمكعب من مرقة الدجاج، ومعايا هنا نص معلقة من الزعفران. لون الزعفران ده بتجيبيه من عند العطار. وطبعا ملح، هظبط الملح. هبدأ هنا بقى اقلب كل الخليط ده كده مع بعض. جبت هنا طبعا الفراخ، غسلتها كويس اوي ونضفتها وصفتها من المية بتاعتها، وعملت لها شوق بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده علشان التتبيلة كلها تدخل جواها. هبدأ بقى اخد قطعة قطعة كده بقى وادلكها كويس قوي بالتتبيلة دي. انا عايزاها كلها تكون متغلفة كويس قوي بالتتبيلة، لان ده كمان هيديها طعم جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده التتبيلة بسيطة جدا وما فيهاش اي افتكاسات. هنا بقى خلاص كنت تبلتها كويس. هبدأ بقى اغطيها بستريتش واركنها لمدة ساعتين، او ممكن تسيبيها ليلة كاملة، او ممكن تشتغل فيها على طول لو انت ما عندكيش وقت. جبت هنا نص كيلو من الرز البسمتي، غسلته كويس قوي لعند ما المية بتاعته بقت بيضة. معايا هنا بقى ورق لورا، ومعايا حبهان وفلفل اسود وقرنفل وكبابة صيني، ومعايا ليمون المجفف. هنزل هنا بمكعب من المرقة وبالملح. هبدأ انزل هنا بقى بالمية المغلية. مقدار المية، انا عندي الرز البسمتي بتاعي بحط مقدار المية هو مقدار الرز بالظبط، ما بزودش خالص، لان انا عارفة الرز اللي انا بستخدمه. طبعا كل واحد فينا عارف الرز اللي هو بيستخدمه ايه ومقدار المية هيكون ايه. جبت هنا بقى ورق فويل، هعمل 3 طبقات فوق بعض. ركزوا شوفوا انا هعمل ايه. لو عندك شبكة طبعا هتغني عن الخطوة دي. هبدأ بقى اغلف كده الطاجن زي ما انتوا شايفين كده بثلاث قطع الورق الفويل اللي احنا عملناهم مع بعض. هجيب هنا بقى الخلة بتاعة الشيش طاووق، وهبدأ اخرم الفويل زي ما انتوا شايفينه كده. انا عايزة اخرم الوش كله من فوق بتاع الفويل، خرم صغيرة كده. بصوا يا رب تكون الصورة واضحة قدامكم. بصوا كلها مخرمة كده زي ما انتوا شايفينها كده. هبدأ بقى اجيب الفراخ اللي احنا تبلناها، وهبدأ احطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كمان استسهلت الورق الفويل ده بالنسبة لي اكتر كمان من الشبكة. هنا بقى هبدأ انزل بباقي الخلطة كده على الفراخ، وهغلفها بقى تاني من فوق بقطعة واحدة بس عادي من الورق الفويل، وهدخله الفرن على درجة حرارة 200. ونخلي الشبكة فوق الصاجة بدرجتين كده علشان يستوي معانا. هنا بقى بعد ساعة ونص بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا الفراخ هنا استوت، وكان طبعا الرز مستوي، لكن طبعا ما كانتش واخده لون. انا هحطها دلوقتي تحت الشوايه زي ما انتوا شايفين كده. حطيتها تحت الشوايه بقت بالشكل الرهيب ده. تقدري في الوقت ده بقى تزودي لها فحمه، لو عندك فحم عادي تحطي مفيش مشكله. بس انا بصراحه كنت مستعجله. بصوا الفراخ مستويه ازاي، وكانت دايبه ورهيبه، ما خدتش وقت خالص اصلا. يعني الاكله دي كلها بصراحه خلصت في وقت قليل جدا. وبصوا الرز كمان كان عامل ازاي، كان مفلفل وكان طعمه رهيب. كل طبعا التوابل اللي كانت موجوده في الفراخ بقى نزلت على الرز بقى، والدسامه كلها بتاعه الفراخ. بس كان تحفه وكان طعمه حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا مفلفل ازاي. تقدري بقى لو عندك عزومه تقدري تقدميه كده زي ما هو كده في الطاجن، او تفضي الرز في سيرفيس وتحط عليه الفراخ من فوق زي ما انت شايفه كده. يا ريت الفيديو كان يكون خفيف عليكم النهارده. ويا ريت بقى لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.